ازيكم يا جماعه، فيديو جديد من ام2تك. النهارده مش هنتكلم لا على موبايل او منتج او اي حاجه من دي. النهارده هكلمكم عن برنامج جربته وعجبني وقلت اشاركه معاكم، وهو برنامج ريموت فينجر برينت انلوك. وده برنامج هيتيح لاي واحد معاه لاب ومعاه موبايل ببصمه انه يفتح اللاب ببصمه الموبايل. يعني لو لابك مفيهوش بصمه وحد جنبك رخم وعايز تفتح اللاب، ده بقى خلص لك كل ده بضغطه واحده على البصمه وبس كده. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش لو مش مشترك بالقناه تشترك بالقناه ولايك للفيديو لو عجبك، وبرضه هتلاقي رابط البرنامج ورابط الاضافه لللاب في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بس كده، يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه هنعملها هتحمل الاضافه الخاصه باللاب وتسطبها. بعد كده هنعمل حاجتين، اول حاجه هنحمل التطبيق على الموبايل، والتاني هنخلي اللاب على وضع اللوك. تمام كده. وبعد ما حملنا البرنامج هنفتحه وهيكون شكله بالشكل ده. هنضغط على منيو وبعدين نجيب سكان، هنضغط على علامة الزائد، هنلاقي اما بالبلوتوث او لو عارف الاي بي بتاع الجهاز او سكان عن طريق الواي فاي، فاحنا هنعمل سكان. وطبعا مش هفكركم تاني ان اللاب يكون على وضع اللوك. هتشوف انت عايز تسمي اللاب بتاعك ايه، زي إيه؟ اي حاجة مثلا، شوف اما اشرف مثلا، سيف. اوكي. بعد كده هنيجي على ماي اكونت وهتعمل اد اكونت، وهتكتب اكونت نيم اللي هو اسم اللاب بتاعك، اللي هو زي ما انتم شايفين في الصورة كده. اسم اللاب بتاعي اشرف. بعد كده الباسورد، هتكتب الباسورد اللي انت عامله لللاب بتاعك، وقبل ما تعمل سيف هيطلب منك انك تحط البصمة بتاعتك. كده البصمة اتحطت، نعمل سيف. بس كده الاكونت بتاعك اتحفظ. هتيجي للصفحة دي انلوك عادي. يعني بعد كده اما تيجي تفتح اللاب، ما عليك انك هتفتح البرنامج وتعمل كده، وكده اللاب بتاعك يكون اتفتح. وزي ما انتم شايفين كده، انا البرنامج وده اللاب. كل اللي عملته ضغطت على البصمة كده واللاب فتح قدامك. بس كده. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة. لو عجبك البرنامج او الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة. ما تنساش تفعل الجرس. اتفرجوا على الحلقات اللي فاتت واستنوا الحلقات الجاية. سلام.